قصة النهاردة يا صديقي عن مشرحة حلوان. قصتنا بتبتدي في سنة 1999. كان في عامل اسمه عم حسن بيشتغل في مشرحة حلوان. كان بيقول للناس إنه بيشوف حاجات غريبة داخل المشرحة، بس مفيش حد كان بيصدقه. لحد ما في يوم من الأيام جت جثة شاب صغير مات في حادثة قطر. عم حسن استلم الجثة وحطها داخل التلاجة، لكن بعد شوية سمع صوت خبط جاي من جوه التلاجة. فتح الباب لكن مفيش حاجة، فقفل تاني. الصوت رجع وبقى أعلى من الأول. عم حسن بدأ يخاف لكنه فتح الباب وهو بيزعق: مين اللي بيخبط؟ والمفاجأة إن الجثة لسه نايمة زي ما هي، لكنه حس بحد بيتنفس وراه. وأول ما لف وشه كانت هنا المفاجأة. لقى الشاب واقف قدامه وشه كله غرقان دم وعينه سودا فاضية، وقال له بصوت مخنوق: أنا مت مظلوم، وأنت كمان هتشوف الموت. ومرة واحدة الكهرباء قطعت والمشرحة كلها بقت ضلمة. ولما النور رجع بعد دقايق لقوا عم حسن جوه التلاجة ميت، وباين على وشه إنه كان شاف حاجة قبل ما يموت، حاجة مرعبة لأقصى الحدود. ومن اليوم ده يا صديقي أي حد بيشتغل في المشرحة بيقول إنه ساعات بيشوف عم حسن واقف بالليل قدام التلاجات بيضحك. وبس كده يا صديقي، قصتنا النهاردة انتهت. حط لايك واشتراك عشان تشوف كل قصة جديدة، وانا مجهز لكم فجأة اول ما اوصل ل 100 مشترك. سلام.